أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة ثانية من برنامجنا من هنا نبدأ. برنامجنا الحلقة الماضية تحدثنا عن موضوع الصلابة النفسية وعرفنا موضوع الصلابة النفسية وما هي فوائد الصلابة النفسية. الآن نأتي للجزء الثاني من موضوع الصلابة النفسية ونتكلم في جزئية ما هي أبعاد الصلابة النفسية. للصلابة النفسية تقريبا لها 3 أبعاد، وهي تعمل كمنظومة متكاملة، وهذه ال3 أبعاد تعمل كدافع وتشجيع، يعني هي تكون كأنه هي الموتور اللي يحرك هذه الصلابة النفسية لكي يستطيع الفرد يتقلب على ضغوط الحياة. وهذا ما نحن ذكرنا في البداية، الهدف الأساسي أن عندما أتمتع بالصلابة النفسية حتى أستطيع أن أواجه ضغوط الحياة، لأن ضغوط الحياة متجددة ويعني ما تتوقف أبدا. يعني فنبدأ أنه أبعاد الصلابة النفسية أولا هو الالتزام، ونقصد به الالتزام هو يعني معرفة الفرد لذاته وتحديد أهدافه. يعني أنا أولا حتى أتمتع بالصلابة النفسية أول لازم أعرف من أنا، ما هي أهدافي في الحياة. ويعني أنا إذا كنت يعني تقريبا ما أتمتع بهذه المعرفة، لأنه إذا كان الإنسان معرفتك لنفسك هي أساس كل شيء، وهذه المعرفة معرفتي بذاتي، معرفتي بنقاط قوتي، نقاط ضعفي، معرفتي إن إمكانياتي، وبالتالي يكون عندي أهداف في الحياة، وليس فقط يعني يتجاوز يعني فقط أنا أعرف أهدافي، بل يكون عندي هذا الحرص لمشاركة الآخرين بطريقة فاعلة ومثمرة مع الآخرين. فيبدأ إنه الشخص اللي يكون عارف ذاته، عارف إمكانياته، يستطيع أن يحدد أهدافه في الحياة. إذا كانت أنا ما أعرف أهدافي في الحياة، وبالتالي لأي ظرف ما أنا خلاص يعني ما حقدر، يعني ما حتكون عندي هذه القوة، ما حتكون عندي هذه الهمة حتى أنا يعني يكون لي دور في المجتمع. البعد الثاني هو تحمل الضغوط، ويقصد بالفرد تحمل الضغوط، وهو نقصد بتحمل الضغوط هو اللي هي التحفيز نحو تقبلنا للصدمات والضغوط الحياة. الشخص اللي يتمتع بالصلابة النفسية يكون عنده هذه القوة لتحمل الضغوط الحياة. يعني كل مثال، مثلا إذا أنا انتقلت إلى بيئة جديدة، إلى دولة جديدة، وأنا يعني واضعة في اعتباري إن هذه البيئة الجديدة حيكون فيها تحديات، حتكون فيها صعوبة، حتكون فيها ضغوط. الشخص اللي يتمتع بتكون عنده آلية، تكون عنده خطط، تكون عنده استراتيجية، تكون عنده مهارات إنه يتوقع كل شيء في البيئة الجديدة وكيف يتكيف وكيف يتقلب على هذه الضغوط. لكن بالمقابل تجد إن الشخص اللي تنقص هذه المهارة، اللي هو شخص نحن ممكن نسميه هو يعيش في حالة من الهشاشة النفسية، تجد إنه مجرد انتقاله لهذه البيئة أو المكان الجديد دائما هو متضجر، هو مكتئب، هو قلق، هو في حالة من الوساوس، في حالة من عدم الاستقرار النفسي. فلذلك الصلابة النفسية تجعل هذا الفرد كيف يستطيع إنه يواجه هذه الضغوط، يتعامل معها ويتكيف معها، ويستطيع أن يكسب علاقات جديدة ويكون له صداقات ويستفيد من كل الفرص المتاحة في البلد البيئة الجديدة. البعد الثالث اللي هو الإيجابية. الآن ممكن نحن بنسمع كثير من المصطلح الجديد وهو علم النفس الإيجابي، وبدأ الآن من العلوم الحديثة في علم النفس. أهم عنصر
لعلم النفس الإجابة هو الإيجابية، والإيجابية نقصد بها هنا النظرة الإيجابية للحياة، إنه نعتبر كل يعني الفرصة الكاملة إنه للنمو. دائما الحياة فيها تقلبات، فيها تغييرات كثيرة، وهذا من طبيعة الحياة. يعني الشخص اللي دائما يكون عنده مفهوم انه لا، هو يكون عايز يكون ثابت في مكان واحد، ما عايز يبتلى بشيء، عايز الحياة تمر بوتيرة واحدة، وهذا الشيء مستحيل. يعني الكل يعني ممكن احنا يعني نشاهد كثير من البرامج وفي على مستوى القنوات العالمية وغيرها، تجد انه اشخاص يعني معروفين في الوسط الاجتماعي أو السياسي والثقافي، لكن كل واحد منهم عنده قدر من الضغوط، عنده قدر من الابتلاء، عنده قدر من المعاناة اللي هو يعانيها، لكن استطاع أن يتغلب على هذه المعاناة، على هذه الضغوط، يتكيف معها، واستطاع بهذه النظرة الإيجابية أن يتعامل مع ضغوطه الحياتية ويسعى دائما لتطوير ذاته. فتبدأ الإيجابية هي البعد الثالث من أبعاد الصلابة النفسية. نكمل حديثنا بعد الفاصل، فاصل ونلتقيكم مرة أخرى. سويا ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. أهلا وسهلا مرة أخرى بعد الفاصل أعزائي المشاهدين. تحدثنا في الجزء الأول من حلقتنا، الحلقة الثانية اللي هي أبعاد الصلابة النفسية، وهي الالتزام والإيجابية وتحمل الضغوط. الآن نأتي للجزئية الثانية هي من موضوعنا، موضوع الصلابة النفسية، وهي كيف تنشأ الصلابة النفسية؟ هل الصلابة النفسية هي يعني سمة من سمات الشخص؟ هل الشخص يولد وهو يعني يتمتع بهذه الصفة اللي هي الصلابة النفسية، أم هي نتيجة لعوامل تنشئة التنشئة اجتماعية، إذا كانت من الأسرة من المجتمع المحيط؟ طيب، تنشئ الصلابة النفسية تقريبا لعوامل داخلية وخارجية. العوامل الداخلية وهي تبدأ من دور الأسرة من وقت مبكر، وده اللي ما ذكرنا في البداية، وقد يكون في جزء من تكوين الشخصي. يعني تجد أنه الشخص يعني الطفل من هو في سن مبكر، حتى في الإخوة يعني تجد أنه في ممكن الطفل اللي هو لأبسط المشكلة لأتفه الأسباب ينهار ويبكي وكذا، تكون هذه الطفل يعني عنده بعض الصفات وهو في سن مبكر. لكن عوامل التنشئة لها دور كبير. نحن دور الأسرة زي ما ذكرت في البداية، لما أنت تنشئ ابنك تملكه هذه المهارات الحياة، وهي من أهم الأشياء. القيم قد يسهل تعلمها في سن متأخر، لكن السنوات الأولى من عمر الطفل اللي هي من سن التمييز اللي هي 6 سنوات ومن 4 سنوات، تبدأ إنه كيف أنا أملك ابني المهارات الحياتية، إنه يعرف ذاته، يستطيع أن يدافع عن نفسه، يستطيع أن يعبر عن ذاته، ويكون عنده هذه المهارة اللي هي مهارة اسمها المهارات الحياتية، اللي من ضمنها حل المشكلات، التعبير عن الذات، أن يستطيع أن يشارك الآخرين، يستطيع أن يعبر عن ذاته. فهذه واحدة من أهم عوامل اللي هي عوامل الداخلية. عوامل داخلية اللي هي تدخل فيها دور الأسرة بالشكل الأساسي. الطفل اللي ينشأ في أسرة مستقرة، أسرة يتمتع فيها بحرية الرأي، بحرية التعبير، أسرة تحفه بالحب والحنان، الطفل يكون هو مشبع من الجانب العاطفي الروحي، الجانب العقلاني. الأسرة اللي ما يكون فيها نقص ما يعاني الطفل من أي فراغ عاطفي. فهذا الشخص، الطفل اللي ينشأ في هذه البيئة الداخلية، بيئة الأسرة المستقرة، أسرة تتمتع هذه الصفات، ينشأ وهو عنده هذه المهارة، وهي لها هذا يعتبر من مصادر الصلابة النفسية. ما الطفل لم ينشأ في أسرة هشة، أسرة تعاني من تفكك، بل كان هو هي أسرة متماسكة، أسرة تتمتع، أسرة مستقرة تستطيع أن تواجه الحياة.
مشاكل الحياة. هذه واحدة من يعني مصادر اللي هي الصلابة النفسية. نأتي للمصدر الثاني اللي هو العامل الخارجي، وهو يتعلق بالبيئة الخارجية. نحن نعيش في مجتمع، الإنسان هو ابن بيئته. أي واحد مننا هو بحاجة إلى الدعم الاجتماعي، بحاجة إلى أن يجد نفسه في بيئة اجتماعية، في بيئة حاضنة، بيئة تدعمه بالحب والحنان، بيئة مستقرة، يعني يجد منها هذا الدعم. إذا كانت البيئة المنطقة اللي يعيش فيها، الأسرة الممتدة، البيئة المدرسة نفسها باعتبارها بيئة خارجية تشكل جزء كبير من شخصية الفرد، وخاصة في السنوات الأولى من حياة الطفل. هذه البيئة إذا كانت بيئة داعمة، بيئة مشجعة، وده اللي نحن دائما نلاحظه في المدارس. الطفل إذا أخطأ في إجابة مثلا في الفصل، إذا كان الأستاذ هو مشجع داعم دائما يدعم هذا الطفل وهو في حالة الفشل وفي حالة النجاح. فهذه واحدة من العناصر ومن المصادر لتنشئة الصلابة النفسية. ونلاحظ يمكن كثير من الأولياء الأمور في مواقف كثيرة خاصة مع الأطفال، إذا الطفل لم يتوفق في درجة ما تحصل على درجة علمية معينة، تجد الأسرة دائما يعني اللي هي الغير داعمة، أنت فاشل، وتبدأ أنه تحكم عليه وتصدر أحكامها. ويشعر الطفل في هذه الحالة اللي هي نظرته لنفسه النظرة الدونية، يشعر بعدم الثقة في النفس، يفتقد لهذا الدعم، وبالتالي هي تكون واحدة من مصادر الهشاشة النفسية. إذا كانت الأسرة هي غير داعمة تكون واحدة من الأسباب. فنحن نجد إنه الصلابة النفسية تنشأ أولا، مصدرها الأساسي يبدأ من البيت، من الأسرة. أن الطفل في بداية حياته هو يعني ولد على فطرة، فالوالدين هم اللي يكون لهم دور كبير في إنه كيف يكون استقرار هذا الطفل، كيف تكون شخصية هذا الطفل، كيف يكون هذا الطفل واثقا من نفسه. وكذلك العوامل الخارجية اللي تحيط بالطفل. والآن أصبح كذلك هذه وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الوسائل اللي دائما تجد فيها يعني حتى عن طريق الرسائل، عن طريق التصفح الأطفال، المواقع اللي تجعل دائما الرسائل السلبية، يعني لأن الإنسان كثرة تعرضه للإحباط، للقلق وللتذمر وللحالة من عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي، بتجعل الفرد اوتوماتيكلي هو يتبرمج، يعني دائما هو متذمر، واحنا الوضع سيء، وانه نظرته تكون نظرة سلبية، لانه اساس الصفات الاساسية بالنسبة للصلابة النفسية هي النظرة الايجابية، انه الحياة فيها كل شيء، يعني ما تمر دائما بطريقة ناعمة، تكون فيها تعرجات، تكون فيها هذه المطبات اللي تحصل لنا في حياتنا، لكن نحن كيف نستطيع أن نواجهها؟ وهذا يمكن أنا أختم فيه بمثال بسيط جدا. أنت الآن وتقود سيارة، عندك الإمكانية في حالة صعودك إلى الجبال، كيف تكون يعني إحنا قيادتنا للسيارة؟ بنفس الآلية لما أنا أكون في منحدر وأنزل تحت، كيف تكون مهاراتي في قيادتي لهذه السيارة، وكيف أتعامل معها؟ فهذه واحدة يمكن مثال يعني يوضح لنا هذه الصلابة النفسية هي منشأ أساسي تنشأ من البيئة الداخلية والخارجية، ونستطيع كذلك أن نتعلمها. هي يعني ما معنى أن الإنسان فقد في سن يعني هو صغير، لكن يستطيع فيما بعد بالوعي والتعلم والسعي نحو تطوير الذات يستطيع أن يتعلم ويستطيع أن يمتلك هذه المهارة. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا، وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا، ولنبذل